أهلا بكم يا أصدقائي وحلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان. تابعنا مع بعض الإعلان التاني اللي ظهر فيه بالا وقعت في فخ صوفيا. مش بس كده، كان معاها هوليفيرا وهونجا اللي اتطعنت أثناء القتال. ولو جينا ربطنا الأحداث ببعضها هنلاقي إن في الإعلان الأول كان هوليفيرا وهونجا بيتكلموا عن القوافل اللي هتروح وتيجي من سقوط، وأثناء متابعة بالا هوليفيرا وهونجا للقوافل بين سقوط والقبيلة وقعوا في فخ صوفيا اللي هتقدر تأسرهم. وساعتها هيكون السيد عثمان في موقف صعب جدا، وهيصب غضبه على يوسف المسؤول عن أمن القوافل من وإلى سقوط. وده بيفسر يا أصدقائي في الإعلان الترويجي صفعة عثمان ليوسف. لكن صاروجة محدش هيلومه لأن شفناه في الإعلان أصيب بسهم أثناء القتال في سقوط. يا ترى عثمان هينقذ بالا وهوليفيرا وغونجا ازاي؟ وهل جوركوتاي وبوران هيكون لهم دور في إنقاذ بالا؟ تابعنا كمان في الإعلان اعتراف السيدة بجون بحب السيد عثمان، واللي ممكن ده يعمل خلافات كبيرة ويشعل نار الفتنة في المخيم. هل هتعمل مكيدة في خيمة السيد عثمان؟ وهل هتكتشفها غونجا اللي كانت بتراقبها؟ ولا حبها لعثمان هيمنعها من كده؟ واضح إن في أحداث مثيرة الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعونا.